هذه إضاءة أخرى، السجن والقرآن. عشت في السجن مع القرآن الكريم، وصدقونا أيضا هنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، أن قراءة القرآن في السجن كان لها طعم خاص. أنا كنت أقرأ القرآن من قبل، أي قبل الاعتقال، ولكن مع السجن أصبح لقراءة القرآن معنى آخر وذوقا آخر. صدقونا، كنت كلما أقف عند آيات من كتاب الله تعالى كنت أقول أين كنا نحن؟ في أي زمان كنا نعيش؟ كيف هذا الخير كله وهذه العظمة كلها وهذا المعمار كله في كتاب الله ونحن نمر عليه مرور الكرام؟ أقول لكم بعض الآيات التي عشت معها، والقرآن كله عظمة وكرامة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حينما قرأت هذه الآية الكريمة صدقوني لكأنني لم أقرأها من قبل، لكأنني أعيش معها اللحظة، لكأنني كما كان يقول الشهيد المعلم لكأنها كانت تتنزل عليه. والله لا ينبغي أن نصدق أفعالنا ولا أقوالنا، فضل الله ورحمته هي الأساس. حينما نزكي أنفسنا لله سبحانه وتعالى، حينما يكون لنا موعد ثابت صادق مع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعطينا من فضله ورحمته. في كثير من الأحيان نتخذ الأسباب ونقول ربما قد نصل، ولكن لا نصل. وفي بعض الأحيان نتخذ بعض الأسباب، ولكن اتكالا منا على الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويفتح علينا، يفتح لنا الأبواب. كم من الأشياء التي كنت أقف أمامها مشدوها، كنت بالفعل أقف. أنا حينما كانت المحاكمة لم أحضر مرافعتي إلا قبل 10 أيام أو بقليل، وكان بعض المعتقلين يقولون لي: متى ستقوم بالتحضير؟ قلت لهم: حينما يريد الله وحينما يفتح الله علي سأحضر. وفعلا بدأت التحضير، وحينما وقفت أمام القاضي كنت أنظر كما كان يقول الشهيد المعلم، أنظر إلى هؤلاء القضاة من علو. والله كنت أشفق عليهم، كنت أراهم صغارا صغارا صغارا، عظمة الله سبحانه وتعالى. كنت أشفق عليهم وأقول: ماذا سيقول هؤلاء القضاة حينما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيجيبون؟ لماذا ظلمتم هؤلاء الناس؟ لماذا سولت لكم أنفسكم؟ كما قال سيدنا يعقوب لأبنائه: بل سولت لكم وأنفسكم وأمرا فصبر جميل. الحمد لله، هي نعم كثيرة ومنن كثيرة. آية أخرى وقفت عندها، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نحن كنا دائما نحدث الناس بأن الطريق إلى الله طريق محفوف بالمكاره، وبأن طريق الشهوات محفوف، وأن طريق جهنم والنار والعياذ بالله محفوف بالشهوات. وكنا نعرف وكنا نقول للناس أننا على العهد وملتزمون إلى آخره. هذا كلام، ولكن متى تصدق الأقوال؟ حين تكون الأفعال. ولهذا في سورة الأحزاب الله يخبرنا عن قوم كانوا يقولون كلاما، فلما رأوا الأحزاب أي رأوا الظالمين يتجمعون خافوا وهربوا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن المؤمنين الصادقين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كنا نقول لكم أن هذه الطريق تقتضي منا أن نكون مستعدين لدفع الثمن وللتضحية، وحين جاء وقت التضحية يجب أن نكون في المستوى. فرق بين أن تعلن قدرتك على التحمل وبين أن تؤدي حين يجب أن تؤدي. الله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، أي أنه تحمل المسؤولية وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرق بين التحمل وبين الأداء، أن نتحمل شيء ولكن أن نؤكد
قيمة ما تحملناه. هذا هو الفارق. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصادقين.